ايه هي الزيوت المهدرجة؟ ويعني ايه اصلا موضوع هدرجة الزيوت ده؟ وايه الاضرار اللي بتصيب الانسان من ان هو بياكل اكل فيه الزيوت المهدرجة دي؟ مع بعض النهارده هنعرف شوية معلومات عن الزيوت المهدرجة دي، وايه هي اضرارها وازاي نبعد عنها، والاهم من ده ايه البدائل اللي هنستخدمها مكان الزيوت دي. يعني ايه هدرجة زيوت؟ دي عبارة عن عملية بيضيفوا فيها ذرات الهيدروجين للجزيئات السائلة الغير مشبعة اللي موجودة في الزيوت عن طريق تسخينها لدرجات حرارة عالية في وجود عامل حفاز، بدون كلكعة وكلام صعب وتقيل. من الآخر بيخلي الزيوت السائلة دي بتتحول للحالة الصلبة في درجة حرارة الغرفة. طب ليه شركات الأغذية بتعمل الكلام ده أصلا؟ أولا علشان تزود من فترة الصلاحية بتاعة المنتج، وعلشان يكون المنتج بتاعها أكثر كثافة وبالتالي أحسن وأحلى في الطعم والمذاق، وده طبعا بيعود عليهم بعائدات مادية ضخمة جدا. لكن إيه هي الأضرار اللي جاية من ورا الزيوت المهدرجة دي؟ الزيوت المهدرجة دي بتأثر بشكل سلبي على صحة الإنسان، خصوصا عند الإفراط في استهلاكها، لأنها بتقلل من الكوليسترول النافع اللي هو ال HDL، وبتزود قوي من الكوليسترول الضار اللي هو ال LDL، وبتسبب حالات مرضية كتيرة جدا، من ضمنها السمنة الزايدة أو السمنة المرضية، أو مرض السكر من النوع الثاني أو تايب 2 دايابيتس اللي بيجي طبعا نتيجة السمنة الزايدة. بتعمل مشاكل في القلب ومشاكل في الأوعية الدموية، ده غير السكتات الدماغية نتيجة لزيادة الكوليسترول. دي كلها حالات مرضية، وده على سبيل المثال ومش على سبيل الحصر، يعني في حاجات كمان أكتر من كده بكتير لا يتسع الوقت إن احنا نذكرها كلها ونعددها، فأضرارها ما تتعدش ولا تحصى. ممكن حد يسألني ويقول له طب يا دكتور عمر، الزيوت المهدرجة دي بتكون موجودة في إيه من المواد الغذائية؟ أقول لك موجودة في حاجات كتير، زي الأطعمة المقلية، موجودة في الحاجات المعلبة، موجودة في القهوة سريعة التحضير والنسكافيه بالكريمة والكلام ده كله، برضه موجودة فيها. موجودة بالذات في السمن النباتي أو المارجرين النباتي، وموجودة كمان في الشيبسيات والسناكس والحاجات اللي احنا بناكلها، سواء الحلويات أو البسكوتات الجاهزة والكلام ده كله، كل ده موجود فيه الزيوت المهدرجة. منظمة الصحة والغذاء العالمية بتنصحنا إن احنا نتجنب الأطعمة اللي فيها الدهون المشبعة دي والزيوت المهدرجة دي. طب احنا نقدر نعمل إيه؟ مبدئيا ابعد عن الحاجات الجاهزة والسكريات والحلويات والحاجات اللي بتتباع بشكل جاهز، عشان أنا بقول لك إنها غرقانة دهون مشبعة وزيوت مهدرجة. عاوزين نزرع جوانا عادة إن احنا نقرأ الملصقات والكلام اللي بيبقى مكتوب على المنتجات، سواء أكل أو شرب احنا بنشتريه. بدل ما بنشتري وناكل ونشتري ونشرب على طول، لا، اقرأ اللي مكتوب. ولو ان برضه لو لقيت ان الملصق اللي مكتوب على المنتج بيقول لك ان هو والله خالي من الدهون المشبعه، مش معناها ان هو خالي خالص، لان اوقات بيكون فيه من 0 الى نص جرام من الدهون المشبعه دي او من الزيوت المهدرجه دي لكل حصه غذائيه. ابعد عن شراء المعلبات، وحاول ان انت تعمل الاكل وتخزنه بنفسك جوه بيتك. ويا سلام لو رحت على الاكل الصحي وبعدت عن الحاجات الجاهزه والسريعه. طب اكل صحي زي ايه؟ عندك المكسرات قليله الملح، عندك الجزر، عندك الخضروات بانواعها، عندك الفواكه بانواعها، كلها حاجات مليانه عناصر غذائيه مفيده ومعادن وفيتامينات هتساعد جسمك كمان في ان هو يتخلص من الاثار الضاره اللي سببتها الزيوت المهدرجه او الدهون المشبعه. طب ايه هو البديل يا دكتور عمر؟ كان في اعتقاد سائد بيقول ان السمن النباتي او المارجرين النباتي ده بيبقى اقل ضرر من الزيوت او الدهون اللي بتبقى جايه من الحيوان نفسه. لكن الاعتقاد ده فيه دراسات اثبتت ان هو خطا، وهقرب لكم الكلام ده بمثال بسيط خالص. زمان كانوا اهالينا بيعتمدوا على الشحوم والدهون والزيوت اللي جايه من الحيوان، ووقتها ما سمعناش عن ان حد حصل له مشاكل في الاوعيه الدمويه او مشكله في القلب او. لكن لما طلع الترند اللي حركته بعض الشركات التجاريه الضخمه ان لا، ان دي الحاجه الصحيه وروح يا جماعه على الحاجات النباتيه، اللي هو قصدي السمن النباتي اللي اتصنع واتهدرج وبقى مليان دهون مشبعه، وان ده الترند الصحي الجديد، للاسف ظهرت نسب كبيره من الامراض دي ما كانتش موجوده زمان. على العموم احنا هنتكلم على شويه بدائل وانواع من الزيوت ينفع نستخدمها بديلا للحاجات الصناعيه والدهون المشبعه والزيوت المهدرجه، واولها هو زيت الزيتون. زيت الزيتون نقدر نستخدمه على البارد او نسخنه بشكل بسيط، طبعا ما بنرفعش درجه الحراره عليه وما بنستخدموش في القلي، وليه فوائد كبيره جدا كلنا سمعنا عنها في كل مكان. عندنا كمان زيت جوز الهند، وده بيساهم في رفع الكفاءه الصحيه للجسم، عكس ما كان بيشاع عنه ان هو مضر والكلام ده، لا، هو مفيد عادي خالص يا جماعه. زي ما حكيت لحضراتكم السمن البلدي، الحاجات الطبيعيه، ويا سلام يا سلام لو جايه من حيوان متغذي على اكل طبيعي 100%، هتبقى مفيده جدا وبديل ممتاز قوي. في كمان زيت الافوكادو اللي مليان فوائد ومليان مضادات اكسده،
ومليان من الدهون الصحية، وكمان بيساهم في خفض ضغط الدم المرتفع عن طريق ان هو بيقلل من الكوليسترول الضار اللي موجود في الدم. بديل تاني ممتاز هو زيت اللوز، لان جواه مضادات اكسده بتساعد في ضبط الكوليسترول برضو اللي في الدم. عندنا بديل كمان وهو زيت الكانولا، وده الزيت اللي بيجي من بذور اللفت. ايوه بذور اللفت زي ما حضراتكم سمعتوا كده، لانه بيحتوي على فيتامينات واحماض معدنيه مفيده جدا لجسم الانسان. زيت بذور الكتان، وده بيقلل من المشاكل اللي بتحصل لعضلات القلب. وفي كمان زيت عباد الشمس اللي ناس كتير بتستخدمه لاغراض الطبخ والقلي، بس الحقيقه لقينا شويه دراسات برضو بتتكلم عن ان هو ليه اضرار، فبلاش منه وبرضو نبعد عنه. ليه بقول لكم الكلام ده؟ علشان صحتك وصحه اسرتك واولادك. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو في عند حضراتكم اي اسئله او استفسارات اكتبوها لي في التعليقات وهرد على حضراتكم في اقرب وقت. ما تنساش تشير الفيديو علشان غيرك يستفيد، وما تنساش طبعا سبسكرايب للقناه واعمل لنا فولو على فيسبوك وانستجرام وتيك توك وتويتر، والاكونتات دي هتلاقيها موجوده في الوصف بتاع القناه. واشوفكم بخير. سلام عليكم.